السلام عليكم. ازيكم؟ دلوقتي هنكمل بعد ما قدرنا ان احنا نطلع الستيب باي ستيب اللي احنا محتاجينها. المفروض هنعمل ايه؟ اول ستيب معانا كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول نرن الكوماند دوت. لو احنا مش مسطبين اكسبو ممكن يعني عرفوني في الكومنتات، ممكن اعمل لكم فيديو ازاي نسطبه. فهناخد الكوماند ده، بعد كده هنروح للفولدر اللي احنا هنعمل فيه البروجكت بتاعنا ونرن. هو حتى ام بيقول لي ان انا مش مسطب الليتست، فعايز تعمل ابديت. اوكي. فدي تايب سكريبت ويز نافيجيشن، عشان هنا كان بيقول لي التمبلت. هنا كان بيقول لي التمبلت يوز اكسبو راوتر، فاللي هو النافيجيشن، عشان اكسبو راوتر تبع النافيجيشن. فهنا هينستول، وبعد ما هينستول المفروض اعمل ايه؟ المفروض هاجي هنا، يعني ده المفروض اسم البروجكت، اقوم قايل كود دوت، او افتح الفي اس كود جوه الفولدر بتاعي. فده كده لسه بيرن، بس انا فتحته وخلاص. فده المفروض عندي الفولدر اللي انا هشتغل فيه. فهو بيقول لي ايه؟ install all packages listed above. فانا هعوز الباكجز دي، او ممكن اقوم جاي هنا مثلا لكلاين، انا شرحت قبل كده ازاي نستخدمه، اقوم قايل له ان انا عايز انستول. can you install packages. وتعالى برضو نشوف احنا ايه اللي خدنا كوبي، هيكون واخد حاجة تانية، واخد اسامي الباكجز اكسبو دوكيمنت بيكر. وانا بشتغل ثانية نشوف. هو هنا ده خلاص ران تمام. وانا بشتغل من الحاجات اللي المفروض اعملها ان انا كل كوماند المفروض ده الجيت بتاعي، المفروض ان انا اركز ايه التشينجز اللي اتعملت. يعني انا كلاين اهو بيسطب ايه؟ سطب زيرو ستاند. هيسطب بعد كده الفايل هاندلر. فهو بيسطب الباكجز اللي انا محتاجها. حاجه تانية ممكن مثلا اقوم اعمل ايه؟ اقوم قايل ارن الاندرويد ستوديو، ارن الاندرويد فيرجن بتاعتي، بحيث انه لما يحصل ايرور، ولا لو الاي اي اتصرف بطريقه مش تمام، ساعتها انه الاقي فيه ريسبونس على طول، اعرف انه لا الصفحه كراشت، او باظت، او في تشينج، او في ايرور ابتدى يطلع، بحيث انه ما يجيش يضرب معايا. فانا هستنى اما يرن كل الحاجات اللي عايز يعمل لها انستول، وبعد كده هرنها. بنرن بايه؟ ان بي ام رن الاندرويد بس. هو قال لي كل الباكجز اللي انت كنت عايزها تمام اتعمل لها انستول. فهو هنا خلص اهو. انا هنا بستخدم موديول اسمه جي ال ام. كان الاشتراك فيه رخيص حبتين، وفي نفس الوقت هو بيقوم بالمطلوب منه يعني. فهو الايميليتور عندي هيبدأ. تمام. المفروض انه بيسألني هنا سؤال، عايز تريكومند اكسب جو؟ اوكي. عشان في ابديت، هو بيقول لي اكسب جو اللي متسطب على هنا اعلى، فبيقول لي سطب الابديت، سطب الابديت. تمام. فانا هنا ايه اللي تشينج عندي؟ اللي تشينج عندي دي اللايبريز اللي هو ضافها، فانا خلاص دي اللي تشينجز. هنا هيجنريت لي كوميت مسج. تمام. انا اللي محتاجه تاني ايه؟ محتاج مثلا الكود اللي عندي انا، لو مش الكود، الفايل اللي عندي اللي هنا دوت البلان اللي اتعملت دي، انا محتاج ان انا اخدها كوبي وبيست كل شويه. فبدل ما اخدها كوبي وبيست كل شويه، هاجي هنا، هاجي في الفيس كود، اقوم عامل فايل جديد ريدمي
دوت ام دي وبست فيه الكلام دوت. ليه ريدمي دوت ام دي؟ عشان الفايل جنريتد من الاي اي. انا لو جيت هنا عملت كليك يمين ودوست بريفيو هيطلع لي بالشكل ده، فالى حد ما مفهوم. تمام. فانا كده خلصت الخطوه دي، انستول اول ديبندنتس اباف. تمام. فهاجي اديله الخطوه اللي بعديها، هكمت برضو الفايل دوت وهقوم مديله الخطوه اللي بعديها. فهو ده المفروض الموجود عندي حاليا. انا بقول له ان التابز دي هيحولها لي، المفروض ان هي تبقى عندي واحده كونفرت واحده ماي فايلز. برضو من الحاجات اللي ممكن نعملها، ممكن نستخدم تولز تانية بتسبورت الاندكسنج، بيبقى اسرع في ان هي تعدل في الفايلات وتعرف ايه الفايلات الموجوده عندي. فاحنا هنعمل ده تول اسمها كيلو كود، بعمل فيها اندكسنج. هسيبها اندكس وانا كده كده شغال مع كلاين حاليا. لما تخلص الاندكس ممكن نبقى نرن حتى كوماندز ان باراليل ما تكونش بتتعارض مع بعض. هنا اهو بيعمل رينيم لتو، بيعملها تبقى فايلز. فدي مش عايزين الفايل ده، ما هو ده الفايل اللي عايزينه. فهي تو بيسميها فايلز، اللي هي هتبقى فايلز تي اس اكس وهتبقى ماي فايلز. فلو جينا فتحنا الايميليتور اللي عندي، المفروض اهو convert my files. تمام. هو هنا بعد ما بيخلص بيستارت اكسبو. مش عايزين احنا بروسيس ان هو يستارت، فممكن نفيلها عشان هو كده كده ستارتد، فكده كده شغال. فاحنا مش عايزين، هو كده خلص المفروض. فبس الخطوة اللي بعديها، احنا بتاخد كل خطوة وتديها للاي اي. يعني احنا لو جينا هنا ده لسه بيعمل اندكس، فتعالى هنا في واحدة جديدة نقول له اعملها. الخطوة مثلا اللي بعديها بيقول لي اعمل داتابيز، فممكن نقوم واخدين الداتابيز مش متعارضة مع اليو اي اللي هنا، فممكن نقوم واخدين دي كلها كده ونحطها لكيلو كود. بس كيلو كود لسه المفروض بيحاول يخلص. ممكن نبعت له عقبال ما يكلم السيرفر، والمود هنا نخليه كود. ثانية نراستر، أو مش نراستر، ثانية من أول وجديد، عشان كان المود مختلف فالريكوست نفسه هتلاقيه مختلف اللي اتبعت للاي اي. فانا تمام، ده كده بقى عندي اندكسد، فكيلو كود هيبدأ يشتغل. فاهو رص السيرفيسز المفروض هتعملها يعملها، وعمل تو دو ليست وهيبدأ يشتغل عليها. وده برضو خلص هنا الدنيا اللي عنده. تمام. الخطوة اللي بعديها، المفروض ان انا في عندي حد بيعمل اهو السيرفيس. فالخطوة اللي بعديها بالنسبة للكونفرت سكرين، هيمسك مفروض تاب ويبدأ يستخدم فيها الرياكت نيتيف فيبر عشان يعمل سيلكت فايل تيك فوتو، هحط فيها زرارين. فممكن ناخد برضو الخطوة دي كلها ونبعتها مثلا لكلاين في نيو تاسك عشان هي مش ريليتد. فده لسه هو بيعمل السيرفيس. وممكن نقوم جايين عاملين كده، جايبين الايميليتور بتاعي بحيث الدنيا تكون واضحة.
في من ضمن الام سي بي، انا كده فصلته ريسيوم تاسك. من ضمن الام سي بيز مثلا اللي هنا ممكن نضيفها في ام سي بي، ممكن نجيب من هنا في ام سي بي اسمه كونتكست 7. ده هسطبه واقول له جلوبال. تمام. ده المفروض بيديلك دوكيومنتيشن لاي باكج، بحيث لو الاي اي شغال على الباكج دي مثلا بتضرب، هو كان شغال مثلا على فيرجن قديمه او هو ترند على فيرجن قديمه منها، فهو مش فاهم ايه اللي اتغير في الباكج دي. فساعتها لازم تديله، يعني دي بتديله الليتست دوكيمنت بتاعت الاي اي بتاعت الفيرجن او الباكج دي، فهو يقدر يبعت يقول انا بالنسبه للباكج دي الفيرجن الفلانيه الدوكيومنتيشن بتاعتها، فيتبعت له الدوكيومنتيشن فيقدر ان هو يشتغل ويصلح ساعتها الاخطاء بتاعته. فده من ام سي بي سيرفرز اللطيفه اللي ممكن تستخدموها. ده خلاص اهو خلص، وده خلاص برضو بيخلص. هو انا ما انصحش ان انتوا ترنوا خطوتين ورا بعض، عشان في مشكله هنا ان هتيجي عندك الفايلات هتكون مختلفه. يعني مثلا ده فولدر الداتابيز ده اتعمل، احنا عارفين ان هو من كيلو كود، بس ساعات ممكن تلاقي الكوماند اللي انت بترنه بيشتغل في فولدرين في نفس الوقت، فدي مش حاجه انت عايزها. عشان تقدر تمانج هو هل الكوماند ده رن ولا لا. يعني هو دلوقتي هو بيضرب، انا عشان مشغل اتنين مع بعض فانا مش عارف مثلا هو بيضرب ليه، بس اهو هو صلح نفسه، كان كلاين هو اللي كان شغال. وكده كده كيلو كود عندي خلاص خلص، فانا ممكن اكمت الجزئيه بتاع الكيلو كود. هي دي الداتابيز اللي اتعملت، واقول له كريت لي مسج. تمام. وده المفروض ان احنا بقى نتست وراه، فاحنا المفروض نقرا ايه الفقره دي اللي هو كان شغال عليها. أهو. احنا ثانيه نستنى اما يخلص عشان هو هيفضل يسحب مني السيشن. هو دلوقتي خلص، مادام دخل في انه بيعمل ستارت فهو حاليا كده خلص. فاحنا نقدر نعمل ايه؟ نقدر نستوبه. وادي الدنيا اهي، سيلكت فايل بقى بيفتح لي اهو اختار فايل. فلو دوست باك تيك فوتو فاتح لي الكاميرا انا من غير ما اعمل اي حاجه. ريكورد فيديو برضو فتح الكاميرا. فهو كده خلص اللي عليه والدنيا تمام. فهنكمت. ده كده ستيب ايه؟ ستيب 3، فيس 3. تمام كده فيس 3 عندي خلصانه. هو كان مطلوب فيها سيلكت فايل تيك فوتوز سلاش فيديو بوتون، فهو عمل زرار لده وزرار لده. تمام. وعمل الهوك اللي تستخدم اليوز فايل بيكر، وعمل هوك للكاميرا بيكر. تمام. وعمل وايرنج، خلى الزراير اللي هو ضافها هنا تستخدم الحاجات دي. فده كده تمام معدل عيب. فكده فيس 3 عندي تمام. اللي بعديها فيس 4. انا ليه بكمت؟ عشان يبقى عندي بسهوله ان انا اقدر ارجع لاي فيز. يعني مثلا ممكن اجي رن فيز 4 تقوم ضربالي الدنيا، فالدنيا عندي تبوظ. آه ف فلا لازم اكمت بعد كل حاجه اما انا بخلصها. نيجي مثلا فيز 4 انا هديها الكيلو كود. فيز 4 بقى بتتكلم عن ايه؟ بيقول لي كرييت برين ذات ابلودز كونفرتس اند داونلود. فهو هيعمل سيرفيس اسمها كونفرجن اي بي اي. فهو كده هيبدا ايه من الباك اند بتاعي، المفروض هيبقى هوستد على سيرفر او هيبقى هوستد في حته. ده المفروض هتاخد الفايل وهتاخد التارجت فورمات وال اون ابلود بروجريس. فكده هيبقى فيه زي بروجريس بار قدام اليوزر.
وهيرجع لليوزر يو ار ال عشان اليوزر يقدر. فكده احنا بنتكلم ان احنا هنعمل الابلود دوت على سيرفر. السيرفر ده هنقوم الدنيا عليه. فانا مثلا اللي بعديها ماي فايلز، اللي هو التابة التانية الجديدة المفروض ان انا لسه ما اشتغلناش فيها. دي هتبقى ايه؟ المفروض عايز ديسبلاي ايه؟ اليوز كونفرتد فايل. يوز كونفرتد فايل هتتعمل هنا اصلا. فانا او يوز كونفرجن هتتعمل هنا. فانا ممكن يطلع مثلا الاتنين دول ريليتد ببعض. هل ده اصلا الفايل ده موجود يوز كونفرتد فايلز؟ مش موجود عندي. فما دام مش موجود عندي ما اقدرش ان انا اخش على الستيب دي غير لما استنى اشوف لا يطلع مثلا دي ليها علاقه بدي، فيكون في زي تضارب مصالح، ريس كونديشن كده يحصل عندي ان الاي اي دوت شغال. فهو هيبدا ياسيوم لو انت مش مش مظبط الترتيب بتاعه، هو هيبدا ياسيوم انه خلاص انا هستخدم دي بس. فده خلص وبيبدا يعمل تيست وراه بعد ما خلص. هي دي كده فيز 4. فيز 4 هل اقدر تستها دلوقتي؟ لا مش هقدر تستها دلوقتي عشان هو عمل اي بي اي بس ما ربطش لسه الدنيا. فاحنا عايزين نبدأ نربط الدنيا عشان اقدر اتست بعد كده. ده بالنسبة لي الكونتكست اللي عندي جي ال ام. ميزته في لما بترنه اقل من 100,000 كي. اول ما بتبدأ توصل ل 100,000 كي او اكتر الدنيا بتبوظ معايا، بيبدأ يهيش شوية. فانا عشان كده ببدأ كل سيشن لوحدها. وطبعا لو تقدروا تستخدموا ميني ماكس. ميني ماكس يعني الصراحة موديل خطير وحلو يعني. هو حاليا بيدور على جيت فايلز اللي موجودة في الداتابيز، فراح يشوفها. احنا المفروض كنا دي فيز كام؟ فيز 4. تمام. فيز 4 كان فيها دوكيومنت الكونفرجن انجن ازاي هيشتغل، بحيث لما تيجي تابلوده لازم هيبقى في عندي بيز يو ار ال واي بي اي كي عشان هتبدا تظبط الدنيا السكيورتي بتاعتك، انه ما مش اي حد يقدر يهت الاي بي اي بتاعتك. فتمام كده على الفيديو ده، وهنكمل معاكم في فيديو تاني بقية الخطوات.